تعديل قانون الإيجار القديم. في حلقتنا أهلا بيكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكاتو. النهاردة هنتكلم عن حلقة جديدة برنامجكم أنا والأفوكاتو عن تعديل قانون الإيجار القديم. ناس كتير قوي بيسألوا على السوشيال ميديا، رجع الموضوع في تفاعل. هل قانون التعديل الجديد هل في صالح المالك، في صالح المستأجر، في نص الناس وملايين منهم ما يعرفوش ايه مصيرهم؟ كل الأسئلة دي هنعرفها في حلقة النهاردة من أولها لآخرها. ايه التغيير اللي حصل؟ طب ايه التعديل؟ هل فعلا في صالح مين؟ لا، لو هو ظلم مين؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. استنوني بعد الفاصل. في بداية الحلقة حابب أرحب سيادة المستشارة منى زين العابدين، محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا وسهلا بك. أهلا فندم، أهلا بحضرتك. في البداية سيادة المستشارة، كنت حابب أسأل حضرتك، هل تعديل قانون الإيجار القديم مع المالك ولا مع المستأجر أكتر؟ هو في الواقع هو مع المالك، لأن فلسفة الدولة لازم إن المالك يستفيد من العقار، لأن في معظم الوقت إن العقار قيمته مليون جنيه، فمش من الواقع إن هو يأجر الشقة ب20 جنيه ولا 30 جنيه، وهي قيمته أصلا بقت مليون جنيه حاليا. والدولة برضك بقت تساعد المستأجر إن هي عملت له خطة للتدرج في زيادة القيمة الإيجارية بتاعته. سيادة المستشارة برضو ال20 جنيه دي هو زمان كانت القيمة الإيجارية بتاعتها غالية برضو، في حين ان هو دلوقتي فعلا 20 جنيه دلوقتي مش مبلغ، بس زمان كان ال 20 جنيه مبلغ. لكن هو كان راضي بيها، وكانت القيمة الإيجارية كانت ثابتة، صح. ما كانش فيه زيادة زي الزيادات اللي هي كانت بتحصل دلوقتي. طب ايه ليه ان الدولة او الحكومة قررت ان هي تغير الموضوع ده دلوقتي وتتدخل فيه؟ بدأت تتدخل حاليا، لأن لقيت إن العقارات معظمها بينهار، لأن ما بيحصلش ليها صيانة. المستأجر قيمة الإيجار اللي هو بياخدوا ضعيفة، بياخده ضعيفة، فبالتالي مش عامل صيانة. دي نقطة. بالتالي يقول لك لا خلاص انا اعتبر ان انا ما عنديش العقار ده. وبالتالي إن هو في ناس كتيرة مستأجرة بتنتظر العقار يقع بيهم وبتموت. وفي الملاك بيلجأوا إلى رفع دعاوى على المستأجرين، فالمحاكم تكدست بالمشاكل الإيجارية. عشان هو بالتالي عايز اعمل صيانه للمبنى. طب انا باخد منه كام؟ انا ما بلمش اصلا من المبنى كله 100 جنيه، 200 جنيه، 500 جنيه، مش موائمه مع قيمه الزياده اللي هو اللي هيعمل بيها صيانه. للعقار، للاسانسيرات، للمرافق، للمسار، للصرف الصحي، لكل الحاجه تخص تمام. فبالتالي لازم يتهلك. تمام. طب هل ممكن فعلا الايجار يزيد بنسبه 10 مرات او 20 مره زي ما بنسمع، ولا ده مبالغه في الكلام؟ لا، هو ممكن يزيد بس بالتدرج. بمعنى ان الايجار مثلا لو هو 20 جنيه، لو هو زياده 10% هيبقى 200. تمام. 200 دي بتظل سنه، مثلا السنه الاولى، السنه اللي بعدها بيزيد 10% تاني، فهو بالتدرج، ما بيجيش فجاه، يعني مش من 200 يوصل 2000 يعني جنيه. هيبقى بدرجات بصوره تدريجيه، بصوره مخططه يعني. تمام. طب يعني هل ممكن ان المالك يطرد المستأجر دون سابق انذار فجأة كده؟ لا، الدوله عملت معايير. اولا لازم يعلنوا ويعمل له انذار بالاخلاء. تاني حاجه بيرفع عليه دعوه، وفيها دعوه طرد، وبيبقى ليها اسبابها. من ضمن اسباب الدعوه الطرد ان هو ممكن خلي العين، مش العين فاضيه وهو ليه سكن تاني، بيستخدم العين محل تجاري وهي اصلا سكني، يعني عشان الغرض مختلف. الغرض هو قافل الشقه وقاعد في عند حد تاني او واخد شقه تاني، او الغرض ان هو تجاري، ان هو واخدها وفاتحها مثلا مكتب محاماه، عياده دكتور، مكتب استشارات هندسيه، مكتب ايا كان، فهو كده خلف الغرض السكني بتاعها، فبالتالي اقدر ان انا اطرده. طرد. وبعدين لما بيرفع دعوة، طبعا في تسلسل بالنسبة للدعاوى، بتتداول في المحاكم، في جلسات، وفي بتروح خبراء، بتاخد حكم وبيعلنوا بالصيغة التنفيذية، فده بياخد وقت يعني طبعا. الموضوع مش اللي هو عشوائي، لا بصورة قانونية ومطبقة، وبيديله مهلة ان هو يترك العين. طب يعمل ايه المستأجر اللي بقاله اكتر من 40 سنة في الشقة؟ ايه وضعه بعد تعديل القانون ده؟ وضعه بعد تعديل القانون، لو هو ان القيمه الزياده مش موائمه معاه، فبيرفع دعوه بيتظلم فيها قدام القاضي من قيمه الايجار الجديد. يعني تصريح من برنامج انا والافوكاتو، سياده المستشاره بتصرح بتقول لو حد حاسس ان الايجار غالي عليه او مش هيقدر يدفعه، نقدر نرفع دعوه تظلم امام المحكمه، او بيعمل اتفاق مع المالك ان هو بصفه وديه. يعني ايه؟ عندك حلين: لا تعمل
اتفاق ودي مع صاحب العقار، او ترفع دعوة تظلم ان انت مش هتقدر تدفع قيمة الايجار دي. تمام. والدولة كمان عملت اللي هو نظام الإيجار التمليكي، اللي بتسهل على الناس اللي هو ما عندوش سكن واللي جاي الشقة تطرد منها، فإن هو بيقدم على الإيجار اللي التمليكي هو كأنه بيدفع الشقق السكنية الشقق الجديدة السكنية الجديدة. في المدن الجديدة. فالدولة بتساعد طبعا المستأجر اللي هو الدولة ظروفهم. بصراحة نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه في موضوع الشقق السكنية ديت، ومنزلين عليهم دعم وتقسيط بفترات كبيرة جدا وتقسيط مريح. والدولة قسمت كمان المناطق لثلاث مناطق: مناطق متميزة ودي قيمة الإيجار فيها 20 بزيادة 20% بحد أدنى 1000 جنيه، تمام والمتوسطة بحد أدنى 400 جنيه زيادة 10%، تمام. والقيمة بالنسبة للي هي الأقل من المتوسط زيادة 10% فحد أدنى 250 جنيه. طب أنا كراجل مستأجر ومش عايز ألجأ لمحامي، وعايز أعرف أنا هدفع كام فلوس، هل في جريدة، في حاجة بتنزل تبع الدولة نازلة تبع أقدر إن أنا أعرف مثلا إن أنا نطاقي قاعد في المطرية، قاعد في شبرا، قاعد في الجيزة، قاعد في فيصل، أعرف إن أنا كده المفروض أدفع كام؟ نازلة تبع جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية اللي هي الحكومية. الحكومية، نازلة طبعا المطابع الأميرية، نازلة النسخة ديت بتحدد النطاق الجغرافي، ده متميز ده متوسط. اللي هو احنا قلنا متميز حد أدنى 1000 جنيه، 1000 المتوسط جنيه وزيادة 20%، المتوسط 400، 10% بحد أدنى 400 جنيه، وال 10% بحد أدنى 250 جنيه، اللي هي اللي هو أقل من المتوسط. أقل من المتوسط. طب يا سيادة المستشارة، هل من وجهة نظرك إن القانون فعلا التعديل قانون الجرار القديم هيأثر على أسعار الشقق حاليا؟ طبعا هيأثر، لأن لما في حالة إن الشقة تفضى، إن المستأجر إن المالك ذات نفسه هيرجع يعيد بيع الشقة تاني أو إيجارها بالقيمة الحالية، فبالتالي سعرها هيزيد. بالسعر سعرها هيزيد. وبالنسبة للشقق اللي هي الإيجارات القديمة طبعا سعرها هيبقى منخفض، أكيد فهيأثر طبعا، وده هيحصل تضخم والقيمة الشرائية بتاعت الجنيه هتختلف. أكيد طبعا. هل من وجهة نظرك بسبب تعديل قانون الإيجار القديم هل في ناس كتير ممكن تتشرد؟ هو مع ظل القانون الجديد وإن الدولة وضعت حلول فمش هيحصل تشرد، عشان في كذا حل. في كذا حل قلنا إن هم يرفعوا دعوة أو في التظلم. الود، في اللي هي الشقق الشقق السكنية، السكنية يا في فندم. كذا حاجة. واللي بالاتفاق مع المالك إن هم يوضع مثلا قيمة زيادة معينة وهم يرتضوا الاتنين بيها. في الآخر الحلقة سيادة المستشارة، إيه النصيحة اللي تحب توجهها للمشاهدين؟ احنا مع الدولة، والدولة بتبقى لصالح المجتمع، ما ناخدش الكلام عفوي، لازم نقرأ ولازم نسمع كمان نرجع متخصص عشان نقدر نعرف راسنا من رجلينا. حقوقنا وواجباتنا. تمام يا فندم. وفي نهاية الحلقة حابب أشكر سيادة المستشارة منى زين العابدين، محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة. اتشرفت حضرتك. وبكده خلصت حلقتنا، والنهاردة كنا بنتكلم عن قانون الإيجار القديم. كنا بنعرف سواء أنت كنت مالك أو مستأجر إزاي تعرف حقوقك وواجباتك. ما تسمعش كلام حد، لازم نعرف الصح ونمشي وراه. ولو أنت ما عندكش المعلومة ارجع لمتخصص. واستنونا في حلقة جديدة ببرنامجكم أنا والأفوكاتو على قناة قلب الحدث مع حسام حسن. سلام.